طبقنا اليوم من المطبخ المكسيكي. بسوي معاكم تشيكن تورتيا وبسوي سلطة مكسيكية أقدمها مع التشيكن تورتيا. أول شي بحضر حشوة الدياي اللي بحطها بالتورتيا. أوكي، حطيت زيت وأحط بصل أحمس البصلة شوية، بعدين أنزل صدور الدياي طبعا على نار عالية. صدور دياي مقطعينها بهذا الشكل، أحجام صغيرة. نحمس على نار عالية علشان الدياي ما يطلع ماي. تقدرون تحطون البهارات اللي تحبونها، أنا أفضل تحطون بهارات الفاهيتا أو أي خلطة مكسيكية عندكم، ولكن إذا ما عندك بهارات مكسيكية شنو تحطين؟ حطوا بصل بودر، ثوم بودر، بابريكا، شوية كمون، يعني حطي لك شي تشكيلة بهارات قريبة من البهارات المكسيكية. أنا عندي خلطة بهارات اللي بحطها خلطة أعشاب. أوكي، وبزيد بابريكا شوية، وبحط شوية ثوم بودر. حطيت ثوم بودر وبحط بصل بودر بعد شوية. اوكي، بحط نتفة كمون، وانا ما احط طعمه بس شوية كذي يعني، وبحط شوية فلفل اسود، وبحط شوية فلفل تركي هذا. اوكي، هذا ما له شغل بالطبق المكسيكي بس انا احب اضيفه. تمام، ونقلب. الحين بعد ما حمست الدياي خلاص اقصر على النار. اوكي، عشان لا يحترق نبي يستوي. بحط الحين ثوم مدقوق، وبحط جزر تقدرون تستغنون عنه اذا ما تحبون، وبحط فلفل بارد، تقدرون تحطون فلفل بارد الوان، انا عندي اخضر فحطيت اخضر، وبحط ذرة، وبس ترى خلصنا. بس بملح، ودير بالكم اذا بتحطون بهار الفاهيتا ترى بهار الفاهيتا فيه ملح، يعني لازم تحرصون على هالنقطة انه ما تزيدون الملح. اوكي، اعطيني الملح. تشوفون جمال الالوان، هذا الملح. نزيد بعد شوية ونقلب لين يستوي الفلفل والجزر والدياي. اوكي، عشان لا تصير الحشوة ناشفة بضيف شوية كريمة طبخ. احنا ما نبي فيها صوص، طبعا تقدرون تسوونها بهالشكل باستا تطلع عجيبة، تضيفون كريمة وتحطون عليها باستا مسلوقة. اوكي، باستا مفيوحة وبس، وبالعافية تطلع عجيبة. بس لان احنا بنحشيها بسندويشات فما نبي وايد صوص. حطيت شوية كريمة بس عشان يستوي الدياي ويتشرب وما يصير ناشف، وبحط ملعقة من اي نوع جبن كريمي انتو تفضلونه. وسلامتكم وتعيشون. اخلي الحمسة هذه تطبخ اقل من 10 دقايق وتكون جاهزة، لان صدور الدياي بسرعة تستوي، لان احنا قاصين صدور الدياي حجم صغير فبسرعة راح تستوي. بس خلصنا، هذه الحشوة جاهزة. تقدرون تحشونها بتورتية، تحشونها بخبز صاج، تحشونها بفطاير، بأي شيء تحبونه. تينن بنات، عجيبة 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 ولذيذة جدا. أنا بحشيها بتورتية وبحط عليها جبن موزاريلا وبحمر التورتية وبقدمها مع السور كريم والصلصة وسلطة مكسيكية. سلامتكم وتعيشون. شوفوا، غطيت الجدر وخليت الدياي يطبخ شوية. الحين تقريبا الحشوة جاهزة، بس أبي الصوص هذا ينشف ونطفي النار ونحشيها بخبز التورتية.
بس حشوتنا جاهزة. شوفوا، طفي النار ونستخدمها. الريحة تينن، ريحة البهارات مع الثوم والبصل خيالية. يلا نستخدمها الحين. بستخدم هذه الصينية حق التورتية، أنا بحمرها على النار مو بالفرن، بس لأن فيها خطوط فراح تعطيني شكل حلو حق التورتية. أول شيء نوزع خبز التورتية. أوكي، راح أجفسها أنا بعدين، بس بوزع الحين على السريع علشان أحط الحشوة فيه. أوكي، أعطيني قفشة. يلا نحشي التورتية الحين بحشوة الدياي. راح أحط بس على نصها كذي لأن بعدين بجفسها. أحط بهالشكل. أوكي، أنا أحب فيها الحشوة راهية. نحط على هذه بعد بهالشكل. واضح من شكل الحشوة ايش كثر لذيذة، صح؟ بوزع عليها جبن موزاريلا مبشور ونحمرها على النار. وسلامتكم وتعيشون. خلصنا. الحين أوزع الجبن. بسم الله. الجبن طبعا يعطيها طعم حلو وبنفس الوقت يسكر لي التورتية، يعني يصير مثل صمغ. عرفتوا؟ تقدرون تحطون أي نوع جبن. في يصير 3 أنواع أجبان مكتوب عليه خلطة مكسيكية، وتقدرون تحطون كرافت وتشيدر، عفوا تشيدر وموزاريلا. اوكي، نسكر التورتية بهالطريقة ونضغطها. بهالشكل. وبشب النار الحين على الصينية وبحمر التورتية. اوكي، بس بسوي لي بعد كم واحدة، بس نقلبها لين تصير تبين هذه الخطوط فيها وتصير كذي شوية كريسبي من برا، تحمير خفيف يعني. عرفتوا؟ بس خل ازيد انا اكمل وبعدين احمرها معاكم. شوفوا شبيت النار. اوكي، نضغط كذي بهالطريقة عشان تتسكر التورتية ويصير شكلها كذي نفس التاكو. بس أبيها تاخذ لون من تحت تبين فيها الخطوط، بعدين أقلبها على الصوب الثاني. بسلامتكم وتعيشون. وعلى ما تتحمر التورتية بسوي معاكم السلطة المكسيكية. نحتاج طماط، نحتاج أفوكادو قاصينه بهذا الشكل. يلا الحين أنزل الباقي. نحتاج ذرة، نحتاج فاصوليا حمراء. دقيقة نشيك على التورتية لا تحترق. بسم الله. بعدين نكمل. خلينا نشوف شكلها من تحت. خذت لون، اي خذت لون، بس كافي نقلبهم الحين. اوكي، شوف هذه بعد. لا هذه للحين، هذيل بس اللي خذوا لون. اوكي، اقلبهم واحط دفعة ثانية. لا هذه بعد للحين ما تحمرت، خليها شوية. بس الحين اللي تحمر اشيله. طبعا تقدرون تحطون حجم تورتيه اكبر وتقصونها بعدين مثلثات، تقدرون تحطون هذا الحجم وتقصونه بالنص او تخلونه كذي نفس ما هو، كيفكم. اوكي، شيل هذه بعد. شوفوا الجبن شلون سايح. دقيقة افتحها من الصوب الثاني تشوفون شكل الجبن. حارة، شوفوا مو قادرة وايد حارة. دقيقة بحاول افتشها لكم تشوفون الجبن شلون ساح. بسم الله.
واو شوفوا المنظر، عجيبة عجيبة، جربوها. هذه الثانية بعد أبيكم تشوفون معاي جمال المنظر. شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن. وين وصلنا؟ نرجع حق سلطتنا. حطينا هني الأفوكادو والطماط والذرة والفاصوليا الحمراء، ونحط بصلة واحدة صغيرة مفرومة، أوكي، وبحط عصير ليمونة، أوكي، وزيت زيتون، وملح، وبس. تقدرون تقدمون هذه السلطة مع الناتشوز، تاكلونها مع الناتشوز، أو تقدمونها مع التاكو اللي أنا سويته اليوم. وايد لذيذة، بسيطة وسهلة ولذيذة. تقدرون تضيفون لها خس إذا تحبون، أنا أحبها كذي صراحة. وهذه سلطتنا المكسيكية جاهزة، أعبيها الحين بصحون وأقدمها مع التاكو. تمام. وخلصت وصفتنا لهذا اليوم، أتمنى تكونون حبيتوها. طبعا للحين ما خلصنا كل كمية التورتية، بعد بنكمل الباقي وبحطه هني. الحين بحط الصلصة، هذه جاهزة تلقونها بالسوبر ماركت، هي صلصة طماط جاهزة مكسيكية حلوة، بعد تغمسون فيها التورتية، أوكي، يعني هي تنوكل كذي كدب، عرفتوا. وبحط أيضا بقدمها مع سور كريمة حامضة، نحطها بهالصحن ونقدمها. هذا طبقنا تقريبا جاهز، بس ناطرة أخلص بقية كمية التورتية. هذه الحشوة الزايدة نقدر بعدين نضيف عليها كريمة ونحط عليها باستا وتطلع طبق باستا فاخر. وهذه السلطة ناكلها بعد مع الناتشوز. وسلامتكم وتعيشون. وعلينا وعلى عيونكم بألف عافية. هذا التشيكن تورتية جاهز مع السلطة المكسيكية والسور كريم والصلصة. وسلامتكم وتعيشون.